عبد العزيز وفيصل وأيضا فهد وكذلك سلمان وعبد الله أيضا في المبادرة التي ذكر عنها كارتر 2004 في بيروت، قال إن مبادرة ولي العهد السعودي، يقصد عبد الله الهالك الراحل، قال هي ذاتها قضية السادات أو مبادرة السادات اللي كل العرب فيما أظهروا للناس إنهم كانوا ضد هذه القضية، ولكن في الحقيقة لم يكن العرب ضد هذه القضية، بل كانوا قلبا وقالبا معها. إنما ولا يغرك يقول لك كويت سعودية كلام فاضل، لا، كلهم معه، ولكن هم لابد من الصهاينة أن يجعلوا وجها مشرقا يلجأ الناس إليه. كل الذين يقولون الآن أنهم مع القضية الفلسطينية هذا كذب. واحد يخلي الفلسطينيين عنده المقاومين وهو يطبع مع إسرائيل، ما تستوي على قولهم. إذن عندنا قضية يجب التخلص من هذا النظام السعودي حتى لا تتكرر النكبة 75 و76 و78 79 و80 ونظل يعني كما يقولون يعني نعيد ونزيد ونكرر في هذه المسخرة التي أصبحت مهذل. أصبحت أنت كيف عربي ومسلم تقدر يعني تغفو عينك وأنت تهان كل يوم في الكتب. وآخرها قضية يعني شيرين أبو عقلة الصحفية المناضلة المجاهدة الحقيقة. هذا شيء، هذا الشعب شرد وطرد ونكل به وفعلت به الأفاعيل. أعظم أسباب انهزامه بعد أن الأمة لا زالت صامتة عن آل سعود، ولا زالت الأمة لم يعني بجماعاتها الإسلامية وجماعاتها الكبرى جماعة الإخوان المسلمين، أيضا هذه الأمة يعني هي بعض هذه الأمة سلمت قيادها لقيادات فلسطينية، ليس الجبهة التحرير ولا لا، بل هذا الخائن عرفات الذي ذهب إلى مدريد والذي ذهب إلى أوسلو، وأيضا الناطور أيضا الفلسطيني، هذا الفلسطيني المشكوك في كل ما يدور حوله، وهو محمود عباس الذي يعتبر نفسه ناطورا عند الصهاينة. وما يفعله أحيانا هو اضطرار، كما يذكرنا بكلام نيكسون اللي هو الدهقان الأكبر للسياسة الأمريكية، ريتشارد نيكسون الرئيس الأسبق للولايات المتحدة، حينما قال إننا نسمح لبعض أصدقائنا أو لحلفائنا أن يلعنونا على الملأ ويرضونا في الخفاء. فلما سئل قال حتى لا يواجهون إحراجات أمام شعوبهم. كل هذه القضايا إذا ما وضحت لنا الواقع والحال فنحن أمة تستحق الهزيمة وتستحق البلاء وتستحق. ثالثا، يجب إزالة كل الأنظمة التي تحيط بفلسطين. ليه؟ لأن هذه الأنظمة هي جزء من مأساتنا وجزء من بلائنا وجزء من عدم قدرتنا على تحرير فلسطين. إن تحرير فلسطين يعني أعظم ما يحول بينها غير خيانات الحكام العرب وتقاعس اليعاربة وهذه الأنظمة التي تحيط بفلسطين وتقول أنها تريد تحرير فلسطين، بينما الواقع أنها هي عبارة عن كيانات لحراسة فلسطين. أو ما رأيتم هذه الأنظمة يوما من الأيام هي التي تحمي هذه الحدود لئلا يقترب منها أحد. هذه حقائق يعني ليست صورة وهمية فيها العقول تنازع. فلذلك هذه القضية، لذلك كان يقول أحد الشعراء، يقول قد يخاطب المسجد الأقصى، يقول يعني دع ما يقول لك الحسين وجاره وخليله والتاجر المتجول، دع عنك صاحبك الذي، هذا عرفات، دع عنك صاحبك الذي في كل ميدان جديد ينزل، يكفيك منه تقلب وتحول، تكفيك منه سجية تتبدل. هذا المسجد الأقصى قضية فلسطين، هذه كانت قضية فلسطين. اليوم في مهلكة آل سعود أتحدى أحدا ممن كان ينادي بالقضية ويقول فيها القصائد وأيضا كذلك يخطب عنها الجمعة ويجمع لهم التبرعات، وجمعية الندوة العالمية للشباب الإسلامي وجمعية الإغاثة وهيئة الإغاثة ومؤسسة الحرمين، كلها أغلقت، الجميع أخرس. أتحدى أحدا اليوم في جزيرة العرب أو ما يسمى مهلكة آل سعود أن يتكلم عن هذه القضية. كان حتى غدا قول الشاعر لما قال كانت فلسطين موالا لأمتنا، ما بالها لم تعد للناس موالا. لا زالت الناس، ولكن الناس تتكلم عن قضية فلسطين في كل مكان في الدنيا، ولكن ما لم تحرر مكة والمدينة والحجاز والله لن تستطيع أن تحرر قضية فلسطين. قبلتنا اللي نتوجه لها كل يوم 5 مرات بالحد الأدنى ما نقدر نحررها. فكيف سنحرر فلسطين التي لا نتوجه إليها؟ بل فلسطين باعها أقوام. عرفات حينما ذهب إلى أوسلو ما الذي فعل؟ وقبلها ذهب إلى مدريد
وكان البائع الخاسر فعلا: بعها فأنت لما سواها أبيع، لك عارها ولها المقام الأرفع، لك وصمة التاريخ أنت لمثلها أهل، ومثلك في المذلة يرتع. يا بائع الأوطان بيعك خاسر، بيع السفيه لمثله لا يشرع. هذه فلسطين العزيزة لم تزل في كل قلب مسلم تتربع، مسر النبي بها صلى الله عليه وآله، مسر النبي بها، وأول قبلة فيها وفيها للبطولة مهيع. هي أرض كل موحد لا بيع من باع يتم، ولا الدعاوى تسمع. وأيضا قال فيها: ولقد كتبت قصيدة الأولى التي فضحتك، والأعلام حولك ترفع، وعلمت أنك ابن إسرائيل لم تفطم، وأنك من هواها ترضع. وفيها عقول بالرشاد مضيئة، فيها حماس وجهها لا يصفع، إلى آخر ما قال وقال غيره. وأيضا يعني فدعوا القدس لمولاها، فما أعظم شكواها إذا فرت من الباغي الصهيوني لكي تلقى الوكيل. حكام العرب حراس الصهاينة. ونحن نعلم ايش قال أحد مستشاري الحكام العرب، قال: والله لو إن إسرائيل يعني الكيان الصهيوني المحتل الغاصب لا يمكن أن تأمن إلا بوجود هذه الأنظمة. وأيضا من الأمور المهمة علينا نحن كعرب أن نعي هذه الحقائق. يجب تحرير الحجاز أولا من آل سعود، ويجب فضح، وألا نستغل ولا نجمع. اليوم يسمح لك في قطر تجمع تبرعات، في الكويت والله بكرة سيأتيك المنع نفس اللي جاء عند آل سعود. فانتبهوا. احنا شفنا أن حكام كثير في العالم الإسلامي كانوا يجعجعون بقضية فلسطين، كانوا ثم استقبلوا الصهاينة عندهم بطريقة خبيثة قذرة، وبدأ الخونة من هؤلاء الناس الذين قد يعذر بعضهم بصمته لأنه يخشى من الطرد ويخشى من الإبعاد إلى هؤلاء الطغاة العرب. فإذا يجب أن نعي نحن كشعوب عربية ونعرف أن الطريق إلى القدس يتم أولا عبر تحرير الحجاز، اثنين عبر إزالة كل الأنظمة العربية التي تحيط بقضية فلسطين وتتكسب وتتربح وتستفيد من قضية فلسطين ومن إبقاء مأساة أهلنا. ثم على الفلسطينيين أيضا في الداخل الفلسطيني في 48 وغيرها أن تكون عقيدتهم واضحة، وأن يكون إيمانهم واضحا تجاه السلطة الفلسطينية. هذه السلطة ما هي إلا ناطور عند الإسرائيلي، عند الصهيوني. أيضا علينا الإخوة في فلسطين وأهلنا في فلسطين ونحن أيضا علينا أن نصحح المفاهيم المغلوطة والمصطلحات المنكوثة، علينا أن نصحح. فليس هناك مطار اسمه مطار تل أبيب، اسمه مطار اللد. ليس هناك شيء اسمه مستوطنات، اسمها مستعمرات. ليس هناك شيء اسمه يعني دولة إسرائيل، اسمه الكيان المحتل أو الكيان الإسرائيلي الغاصب. ليس. فلذلك تصحيح المفاهيم يجب هم أن يقولون لنا هذا. ثم كفاءة متاجرة بالقضية الفلسطينية. كثيرون يحاولون أنهم يعطون أنفسهم كريدت ما يسمى أو رصيدا مقابل هذا حتى يكون لهم في قضية فلسطين مكان، لأنهم يعرفون أن هذه القضية يتلاعب بها على مشاعر الأمة. لا يجوز ولن تسمح الأمة بعد هذا أن يتلاعب بهذه القضية، وكل من يكون جزء من هذه السياقات سوف يكون خائن لهذه القضية ولهذه الأمة.